لو قلت لك ايه اهم حاجه عندك في البيت، غالبا لو انت بتعز الاكل قوي هتقول المطبخ. وفعلا المطبخ من اهم الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في اي بيت. ولكن هنا في المانيا الموضوع مختلف، فتعالوا معايا هقول لكم بقى الاختلاف في ايه. ليه بقى الموضوع مختلف في المانيا؟ اولا لان المطبخ يكاد يكون مش من الاساسيات في اي بيت الماني، وخصوصا لو انت جاي جديد وعايز تأجر شقة هنا في ألمانيا. أنا عارفة الموضوع ممكن يكون مختلف على حسب كل بلد وعلى حسب يعني الم- المتعارف عليه. ففي مصر مثلا لو انت جاي بتأجر شقة في مصر، غالبا بتاخد الشقة بالمطبخ بتاعها. يعني المطبخ موجود جوه الشقة، زي التويلت مثلا في الحمام موجود في الحمام. مفيش حد هيقول لك مفيش تويلت هنا وانت هات التويلت بتاعك معاك، مفيش الكلام ده. في مصر اللي انا اخر حاجة فاكراها، يعني معرفش اذا كان النظام ده اتغير ولا لا، بس شقة بتأجرها بيكون فيها كل حاجة انت محتاجها عشان تقدر تبدأ تعيش في الشقة بشكل طبيعي.